شحال وانا باغي نهضر على هذا المشكل، واليوم وصلتني الخبار ديالو. كما كيبان لكم هنايا طون اللي كناكلو في المعلبات فيه الزئبق. شنو هو؟ معدن ثقيل اللي الجسم ديالنا منين كياخذو صعيب انه يتخلص منه وتيتراكم لينا في الجسم ديالنا. ولكن دابا كيفاش بلان هذا الزئبق؟ هذا هو المشكل اللي كيوقع نيت في البحر. المصانع الكبرى المخلفات ديالها عندها الزئبق، اكثريه ديال الوزينات كيلوحوا المخلفات ديالها في البحر. هذاك الزئبق تيتلاقى مع دي بكتيري وتيكون لنا واحد المركب اكثر سما واكثر فتكا. كيفاش دابا الفيلم ديال هذا الميثيل ميركور كيتجمع لينا في الحوت. نبداو حنا كمثال من السردينه كتاكل واحد الطحالي ولا كتختات من هذاك الماء، وبالتالي كيولي فيها واحد النسبه ديال الزئبق. كتجي حوته اكبر منها كتاكلها، حوته كتاكل حوته، وحوته كتاكل حوته. الحوت الكبير غيكون تراكم فيه الزئبق بنسبه كبيره وكيفوت 3 ملغ بار كيلوغرام. بزاف ديال المصانع اللي كيديروا الطون لقاو ان بزاف ديال العلب ديال الطون من شركات عالميه معروفه كتحتوي على نسب مهمه ديال الزئبق وكتفوت القيمه القصوى ديال الزئبق. الحل هو ماشي غنقول لك ما تاكلش لي بواط دو كونسيرف ديال الطون بتاتا، ولكن خصك تنقص من الاستهلاك ديالهم وتقدر تعوضهم باش بالسردين. بارطاج هذه المعلومه مع صحابك، قول ليه ضرب وقيس الطون واخا راه فيه البروتينات. اوكي او ربي.